لو انت مستغرب انك انت خسرت النهائي هنا في مصر قدام اتحاد العاصمه، فانا حابب اقول لك ان انت يعني كان قدامك فرصه ان انت تكسب هناك في الجزائر. مش واحد ومش اتنين، وكنت ممكن تكسب تلاتة كمان. بس انت ضيعت المكسب من ايدك برعونه. وطلعوا بعد الماتش بقى اتكلموا اصل الحكام، اصل التحكيم، اصل مش عارف ايه الحاجه الهايفه اللي هم بيتكلموا فيها دي، وبنتكلمش كوره وبننسى ان احنا ضيعنا مثلا ايه ماتش كنا ممكن نكسبه بسهوله. لا، وبنمسك بقى في حاجات تانية. تيجي هنا النهارده المعتاد، بتجيب الزمالك جاب جون، ضغط دقيقتين، جاب ضربة جزاء، بعد كده الفرقة اختفت تاني. وكل سنة وانت طيب، ودوك ضربات جزاء وعرفوا ياخدوا منك البطولة. لعيبة مفيش نفخ 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 في اللعيبة. اسبوع نفخ في اللعيبة بس. ما بيتعلموش من غلطاتهم. كل بطولة تبقى البطولة تتلعب هنا برضه. بطولة 2016 بتاعت سان داونز بتاعت نهائي افريقيا، قاعد يقول لك التاريخ وتاريخ الزمالك ومش عارف ايه، واحنا وجم اتغلبوا هنا برضو، وصن داونز خد منهم البطوله. نفس الكلام ونفس العقليه. بقعد انفخ في لعيبه وبقعد اطلع في لعيبه من لا شيء، والله العظيم من لا شيء. بقعد اعمل اصنع في لاعب واقول احنا هنعمل وهيطلع بقى يقول لك اصل الاهلاويه كانوا قاعدين مستنينا ان احنا نخسر. ما تستناش مني ان انا ادعمك ان انت تكسب، يعني معلش تقول لي اصل ممثل مصر. بقالنا سنين بنلعب ومحدش كان بيقول باعلاميين الزمالك نفسهم قال لك لا، الزمالك الاهلي ما بيمثلش مصر، الاهلي بيمثل نفسه. منتخب مصر هو اللي بيمثل مصر بس. ما تستناش مني ان انا ادعمك وتطلع تعمل الشويتين دول، عشان انا كده كده هطلع اتكلم كوره. انت كوره ما جيتش. انت الموسم ده يعني الكابتن معتمد يا جماعه عمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا كده. بس نفخنا في لعيبه ادائها متواضع متواضع قوي، بس انت عملت منهم لعيبه. ضيف على كده بقى محمد شحاته، الراجل اللي يعني ساب عز ابوه وراح لعب النهائي الاول، وقال لك اصل الزمالك دعمه وادوا له الشهر عشان يرفع الكاس. لقطه يعني ما فيهاش اي حاجه من روح من اي ناحيه. لا، ده انا سبت عز ابويا ورحت العب نهائي. نهائي بطوله، يعني مش البطوله اللي تخليك تعمل الحركه دي عشانها، وبطوله كده كده من ماتشين، يعني مش نهائي مش ماتش واحد. لا، انت اخترت ان انا اروح والعب ومش عارف ايه، وفي الاخر ديك ما كسبتش البطوله. وده ذنب، ده ذنب اللي انت عملته اصلا. ويعني دي حاجه، وما تقعدش يطلع يقول لي اصل مش عارف اللاعب ما عملش الحركه دي. لو في الناحيه الثانيه عند جمهور الاهلي، اقسم بالله جمهور الزمالك ما كان سكت. والاعلام بتاعه ده اللي انا مش فاهم دول اعلاميين ازاي، كانوا طلعوا اتكلموا حفلوا للصبح. يعني هارد لك لجمهور الزمالك، وهارد لك لكابتن معتمد جمال، ومبروك لنادي اتحاد العاصمه، وسلام.